خلوا بالكم، في رمضان ممكن أكبر خطر يواجهنا ما يطلعش في الأكل، لأ، ممكن يكون مستخبي في علبة الدواء اللي في بيوتنا كلنا. الشرح اللي جاي ده مهم جدا وممكن حرفيا ينقذ حياة حد بنحبه. طب يا ترى إيه هي أكبر غلطة بيقع فيها أي حد عنده مرض مزمن في رمضان؟ صدقوني مش الأكل خالص. الغلطة بتكون في الدواء. الكلمتين دول ممكن يبانوا بساط، بس والله ممكن يفرقوا في حياة ناس بنحبهم. عشان كده لو حسيتوا إن الكلام ده مهم دلوقتي فوراً اعملوا لايك وشير عشان المعلومة دي توصل لأكبر عدد من الناس، وخليكم متابعين عشان اللي جاي أهم بكتير. طيب، ممكن حد يسأل ليه؟ يعني إيه اللي بيخلي الموضوع خطر قوي كده؟ تعالوا نفهم سوا الجسم بيحصل له إيه بالظبط. بصوا، في الأيام العادية جسمنا عامل زي ساعة سويسرية، ماشي على نظام دقيق، أكل وشرب في مواعيد، كل حاجة تمام. فجأة يجي رمضان، كل ده بيتشقلب. بنتكلم في ساعات صيام طويلة جدا، الجسم بيدخل في حالة مختلفة تماما، وبعدين فجأة على الفطار بندخل أكل ومية. التغيير المفاجئ ده بيخلي كيمياء الجسم كلها تتلخبط، وكأننا بنشغل مكنة بنظام تشغيل جديد خالص. وهنا بقى بيجي السؤال الأخطر. طب إيه اللي هيحصل لو فضلنا ندي للمكنة دي اللي شغالة بنظام جديد الدواء بتاعها بالنظام القديم؟ للأسف الإجابة ممكن تكون كارثية. تخيلوا معايا كده، جرعة دواء اتخذت في وقت غلط ممكن تسبب هبوط مفاجئ وحاد في الضغط أو السكر لدرجة الإغماء، أو العكس تماماً، ارتفاع صاروخي فيهم ممكن لا قدر الله يسبب جلطة في القلب أو المخ. ده غير الأعراض اللي ممكن نحسها طول اليوم زي الدوخة وزغللة العين وعدم القدرة على التركيز خالص. وفي أسوأ الحالات المضاعفات دي ممكن توصل لخطر حقيقي على الحياة. الموضوع يا جماعة مش هزار خالص. علشان كل ده لازم نعمل ديليت للنظام القديم بتاع الأدوية ونعمل انستول للنظام الجديد خالص مخصوص لرمضان. القاعدة سهلة وبديهية، رمضان جه يبقى لازم نظام الدواء يتغير. إننا نكمل على نفس الروتين القديم ده يعتبر مجازفة خطيرة بالصحة. ليه؟ لأن الجسم نفسه بقى في وضع مختلف تماماً عن الوضع اللي الدواء ده اتوصف علشانه في الأول. طيب النظام الجديد ده شكله إيه؟ الفكرة إن مش كل الأدوية زي بعضها، في أدوية لازم تتاخد على معدة فاضية قبل الفطار، وفي أدوية لازم تتاخد بعد الأكل، وفي جرعات لازم تتقسم، وجرعات كبيرة ممكن تبقى خطر. خلينا ناخد مثال واضح قوي، مرضى السكر. لو في مريض بياخد دواء بيحفز البنكرياس عشان يفرز الأنسولين وكان بياخده الصبح في الأيام العادية، لو جه في رمضان وخده بنفس الجرعة قبل الفطار على طول، ده ممكن يعمل هبوط حاد جدا في السكر ويدخله في غيبوبة. عشان كده الدكتور غالبا هيغير له الجرعة أو يمكن يغير له الدواء خالص في رمضان. على الناحية التانية، دواء زي منظم السكر الميتفورمين ده ممكن يتاخد مع الفطار والسحور عادي. الخلاصة، كل نوع دواء له قصة مختلفة. تمام؟ عشان ما نتهش من بعض، خلونا نلخص كل الكلام ده في 3 قواعد أمان ذهبية، 3 خطوات بسيطة لازم كلنا نحفظهم ونمشي عليهم في رمضان. القاعدة الأولى والأهم على الإطلاق استشارة الدكتور قبل رمضان، دي أهم خطوة، محدش غير الدكتور يقدر يحدد النظام المناسب للحالة. القاعدة التانية، بمجرد ما رمضان يبدأ ننسى تماماً الروتين القديم للأدوية، نوقفه فوراً. القاعدة التالتة، لازم نفهم كويس قوي ونكتب المواعيد الجديدة اللي الدكتور قال عليها، نعرف إيه الدواء اللي قبل الفطار وإيه اللي بعده وإيه اللي عند السحور. صحتنا وصحة اللي بنحبهم أمانة، والثلاث قواعد دول هم أهم حاجة عشان نحافظ عليها في رمضان. لو حسيتوا إن الشرح ده فاتكم، من فضلكم ابعتوه دلوقتي لأي حد تعرفوه بياخد دواء. ممكن بمشاركة بسيطة نكون سبب في حماية أب أو أم أو أي شخص غالي علينا من خطر هو ممكن ما يكونش واخد باله منه خالص. طيب قبل ما نقفل نفتكر مع بعض بسرعة. 1. اسأل الدكتور. 2. وقف القديم. 3. اعرف الجديد. وخليكم متابعين لأننا المرة الجاية هنمسك الموضوع بالتفصيل أكتر. هنتكلم عن أشهر الأدوية، أدوية الضغط والسيولة والغدة الدرقية وغيرها كتير. هنشرح بالظبط كل نوع يتاخد إمتى وإزاي في رمضان. عشان كده لازم تتابعونا عشان ما تفوتوش المعلومات المهمة دي.